إذا الموضوعنا هو في الحقيقة نتكلم عن الطفل، نتكلم عن التربية التحضيرية، لأن احنا في الأيام الأولى لدخول أطفالنا، لدخول التلاميذ لرحلة التعلم، نعم. ولتبدأ إن شاء الله الخطوة الأولى لمسارهم الأكاديمي. احنا أردنا فقط أن نعمل نوع من نقول التوازن، لأن من خلال السؤال هل الطفل جاهز هو اللي جاهز أو للمدرسة أم المدرسة المدرسة جاهزة هي التي لاستقبال جاهزة الطفل؟ لاستقبال نعم. الأطفال؟ هو في الحقيقة يبدو أن السؤال فيه بعد فلسفي، نعم. لكن في الحقيقة هو سؤال مرده هو علاقتنا مع الميدان. نعم. لأن أحيانا نوجد بعض الرغبات وبعض الطموحات اللي تكون عند الأسرة، اللي أحيانا تكون في كثير من الأحيان غير مؤسسة علميا. ولذلك أنا أردت أن أوضح الأسر أن التربية في الحقيقة أنا دائما نقول هي نعم فن وهي علم، لازم تكون عندنا الخلفية المعرفية لكي نربي الأطفال. إذا ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام أن الطفل حتى يدخل المدرسة لابد كما يقول العالم المشهور بياجي، اللي يقول أن الطفل يمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة الحسية الحركية اللي نوجد، اللي تبدأ من الولادة حتى العامين. هذه المرحلة اللي نوجد أن الطفل كل تعلماته وخبرته تكون عن طريق الحركة وعن طريق اللمس، لذلك نسميها الحركة الحسية الحركية. تلاحظي أن الطفل دائما أقرب الحواس إليه الأصبع نتاعو أو الشفاه، دائما يروح الفم ولا يمس بالأصابع نتاعو. المرحلة الثانية اللي هي نتكلم عليها اللي هي المرحلة التربية التحضيرية، اللي الطفل يكون من 2 إلى 7 سنوات. وهذه المرحلة في حقيقة هي مرحلة مهمة في حياة الطفل، اللي نسميها مرحلة ما قبل العمليات كما يسميها بياجي. في هذه المرحلة يعني المرحلة الأولى وهذه المرحلة يبدأ الطفل يكتسب بعض الخبرات، هذه الخبرات هي التي تؤهله للتعلم. وفي هذه المرحلة يكون الطفل عندنا في التربية التحضيرية. إذا أنا نقول بالنسبة لكل بالنسبة لكل مربية أنها تعرف أن الطفل في هذه المرحلة هو سماها بياجي مرحلة قبل العمليات، أن الطفل لا يتعلم إلا من خلال اللعب، من خلال الملموس، من خلال الحركة. ولذلك توجدي هنا صعب التوازن نعم. والموازنة بين احتياجات الطفل اللي هي نوع من الحرية، نوع من الحركة، ونوجد النظام والقواعد اللي تبنيها المربية داخل حجرة الدراسة. لذلك أنا نصيحتي لكل مربية تسمعنا هو أن في هذه المرحلة أنا دائما نقول التعلم عنده وقته، لا نركز كثيرا الآن في هذه المرحلة على المفاهيم ولا المبادئ المعرفية، لأن الطفل الآن الذي يحتاجه هو يحتاج يتعلم الاندماج داخل المجموعة، لأن تعرفي هذا الانتقال، هذا الانفصال اللي وجد نفسه فيه الطفل بين الأسرة والمدرسة، هذا المجتمع اللي بالنسبة له غريب لا يعرفه. وبالتالي المربية التي تعرف دورها هي المربية التي تعمل على هذا الاستئناس، على أن الطفل يستأنس بالبيئة الجديدة، يستأنس المربية والمجموعة مع الأطفال. لذلك كذلك لازم نعرف أن الطفل في هذه المرحلة اللي عنده هو يكون منطوي نحو ذاته، اللي نسموه ليغوسنتريزم. هذا لأن الطفل في هذه المرحلة هو لا يعرف آراء الآخرين، هو بالنسبة ليه هو رأيه يرى إلا رأيه، لا يرى آراء الآخرين. وبالتالي لما نتحاور مع الطفل، لما ننقل الطفل من هذه الوضعية الانطواء نحو الذات، أنه يعرف الأقران ويعرف الزملاء ويعرف المحيط، هي لا تكون مع الأطفال من خلال التوعية والحديث، وإنما تكون من خلال الأنشطة التي تنظمها المربية. وكذلك تعرفين الأطفال يأتون من بيئات مختلفة، لأن الأسر وتربية الأسرة كذلك هي التي تؤثر في هذا الطفل وتعطي له بعض الخبرات، سواء تكون خبرات إيجابية أو خبرات سلبية. وبالتالي هنا يظهر دور النمو المعرفي اللي يسميه بياجي عند الطفل. كذلك نحاول يعني في هذه العجالة بسرعة نتكلم على عالم يتكلم على اللي هو معروف في حقل التربية اسمه فيغوتسكي. فيغوتسكي هذا يتكلم على
مبادئ أساسية في التربية. يتكلم على مصطلحين، نقتصر على مصطلحين فقط. هو يتكلم على واحد النقطة يسموها المنطقة القريبة من النمو اللي نسموها زد بي دي، وكذلك يتكلم على الصقالات اللي نسموهم باللغة الإنجليزية سكافولدين أو ليشافوداج. حتى نشرح هذا الطفل لما يأتينا إلى أقسام التربية التحضيرية، المربية لازم تفهم هذين المصطلحين. ما نقدرش نعطي له معرفة، سواء أنا لا أتكلم فقط على المعرفة العقلية، سواء بمعنى أن المعارف ذات البعد، يعني لما نتكلم على الجانب المعرفي ونتكلم على الجانب الوجداني النفسي، نتكلم على الجانب الحركي، هذا هو التعلمات اللي تعمل عليهم المربية. احنا كثير من الأحيان خاصة الأسر نوجدهم يركزوا فقط على الجانب المعرفي، وفي الحقيقة هذا ما يخدمش طفل التربية التحضيرية. طفل التربية التحضيرية أهم حاجة اللي نبنوها معاه هو الجوانب الوجدانية والجوانب العاطفية والجوانب الحسية الحركية. لأن لما نبني معاه الطفل هذه ويكون الطفل يعني يطور هذه المهارات، بالنسبة للسنة الأولى يكون حاضر ويكون واجد ويكون جاهز للتعلم. إذا لما تلاحظي احنا لما نتكلم عن الجاهزية، فالطفل لازم يكون جاهز من خلال النمو، من خلال النمو ليس فقط النمو الجسمي وإنما النمو المعرفي. ولذلك أنا كذلك نوجه نداء للأسر اللي ربما أحيانا يطلبون أن أبنائهم يكونوا في المدرسة، وخاصة في التربية التحضيرية ل5 سنوات أو في السنة الأولى قبل ما يكون يكتمل النمو. لأن تعرفي الفشل يبدأ هنا، لأن لازم نعرف أن هذا الطفل والأطفال يختلفون، لأن هناك اللي ربما النمو نتاعو سابق على طفل آخر، وبالتالي هنا يظهر مبدأ التمايز والفروق الفردية. إذا نقول بالنسبة لي الأولياء، إذا الأطفال ما همش ليسوا سواسية، والنمو المعرفي مهم جدا. ما نشوفوش أن ابني ربما أطوال الله يبارك وحجمه ما شاء الله، لكن هذا يخلينا لازم نفكروا كذلك ما هو مستوى نموه نعم المعرفي، نعم، والجانب النفسي، نعم، والوجداني والحسي الحركي. نعم. إذا حتى نشرح يعني بسرعة ماذا يقول فيغوتسكي في التربية. هذا كلامي الموجه للمربيات والأسر. نعم. تعرفين نعطوا مثال بسيط، مثل تعلم ركوب الدراجة. في البداية نعملوا الطفل هذاك نخلوه يمشي بدراجة فيها عجلتين زيادة. لماذا؟ حتى الدراجة هذيك تشد هذاك التوازن. إذا هذا هنا نسموه سكافولدين، بمعنى أن اللي نسموه الثقالات، بمعنى نعلم الطفل لكن بدعامات اللي نشوفوها في البنايات اللي يوضعوا لشافوداج باش يبنوا البنيان. هذيك العجلات هو اللي تعمل عليها المربية، أن تدعم تعلم الطفل وتحفزه وتخليه يتعلم معه. وممكن تشد الدراجة من المقود، هذه يسموها المرافقة. ممكن كذلك تشد مع الوقت تشده من الخلف فقط، حتى لأنها كسب ثقة، وفي مرحلة أخرى تخليه يمشي وحده، ثم تنزع هذوك العجلات ويخليه يمشي يعني بدراجة عادية. إذا تلاحظي أن التعلم هو في الحقيقة لازم المربي يتعي أين هو الطفل، المرحلة التي يوجد فيها. إذا الطفل إذا كان فعلا هو يحب ركوب الدراجة، وهذا دافع موجود عنده، لأن الشغف العلمي موجود عند الأطفال، يحبوا الفضول يحبوا المعرفة، لكن الأدوات التي تستعملها المربية لازم تكون كذلك أدوات مساعدة. لا نترك الأطفال لوحدهم، وإنما نترك الأطفال لازم لهم المرافق التربوي الذي ينقل الطفل من الوضعية التي هو فيها جاء بها من البيت إلى الوضعية اللي يكتسب فيها خبرة جديدة، سواء خبرة معرفية أو وجدانية أو خبرة حس حركية. إذا أنا الكلام اللي حبيت نوصله للأسر، نحاول أن لا نضغط على المدرسة ولا نضغط على المربية، لأن التعلم في الحقيقة في التربية التحضيرية هو ليس أساسه فقط أن يعرف الطفل كل الحروف أو يعرف كل الأعداد، وإنما النمو الوجداني والنمو العاطفي والحسي الحركي هو أهم شيء اللي لازم يعرفه، مع بعض التعلمات البسيطة. لماذا؟ لأن الطفل في السنة الأولى راح يتطرق إلى كل التعلمات اللي ربما ما تعلمهاش في التربية التحضيرية. ولذلك أهم حاجة اللي تعمل عليها المربية هو أنه الطفل يحب المدرسة، والطفل كذلك تكون عنده علاقة طيبة وجيدة مع النماذج الموجودة أمامه اللي هو المربية أو المربي، وكذلك الفريق التربوي. لو نوصل، وكذلك أهم حاجة اللي يتربى عليها الطفل
هو التنظيم والنظام. واللي تكلمنا عليه في الحصة الماضية كذلك هو العقد الصفي اللي يخليه التلميذ هذا يخليه مهيئ، لأن لما يدخل التلميذ في السنة الأولى نوجد هذا التلميذ منظم مرتب، يراقب أدواته قبل ما يأتي إلى المدرسة، كذلك يعرف أين يضع اللمجة نتاعو، ما يوضعهاش مع في جهة الكراريس أو الماء، بمعنى أنه لما يخرج الأدوات نتاعو كذلك يحافظ على الأدوات، لما يرجع البيت يحكي للوالد نتاعو على كل المهارات اللي درسها في البيت. إذا لما نوصلوا احنا كأسرة ولا كمربيات كمدرسة، نوصلوا أن نعطي هذه القواعد الأساسية للطفل، تأكدي أن هذا الطفل اكتسب مهارات. هذه المهارات هي الخطوة العملاقة اللي تخليه يذهب بعيدا في تعلماته، وليس فقط أنه يعرف كل الحروف أو يعرف كل الأعداد، لأن هذا هو مربط الخلل اللي يوقعوا فيه، وهذه اللي تخلي طلبات الأسرة كبيرة جدا. لأن الأسرة تقول وليدي يعرف يكتب، يعرف كل الحروف، يعرف يحسب، يعرف يجمع. أنا نقول للأسر ونقول للمربيات كذلك، طفل وظيفتنا في طفل التربية، مهمتنا مع طفل التربية التحضيرية ليست هذه فقط، هذه جزء بسيط ويسير، وهذا في الحقيقة يجي خلف أمور أخرى وليس هو في المقدمة. ولذلك نعمل على أولا البيئة اللي لازم تكون بيئة مناسبة. لازم القسم حجرة التربية التحضيرية لما قبل ما ندخل بالعكس، لما نشوف الحجرة نراها حجرة مناسبة لهذا التلميذ لهذا الطفل، سواء من حيث ألوانها، من حيث الفضاءات المرتبة، من حيث لأن تعرفي الطفل هو عنده النموذج، وهذه يقولها كذلك عالم يسموه بندورة. واحنا لكن لنا في رسول الله أسوة حسنة، احنا كذلك نتعلم بالقدوة. فكل ما يراه الطفل يسجله، ولما يسجله راح يولي هو جزء من حياته سواء مع والديه أو مع أقرانه. إذا كان الطفل هذا لا يرى أن الأستاذة أو المربية لا تتحكم في غضبها، لا تتواصل، لا تعرف التواصل لا مع الأطفال ولا مع الزملاء، فما بالك ما هي الرسائل التي نمنحها ونعطيها لهذا الطفل؟ هل نبني طفل يحسن التواصل؟ وهذه أهم مهارة من مهارة القلب 21 لكل المنظومات التربوية تعمل على ترسيخها لدى الأطفال ولدى الأبناء. وكيف يكون يعني الأستاذ ناصر بوحوية، كيف يكون الطفل عنده هذه المهارة تاع التواصل؟ كيف تنمو عنده هذه المهارة؟ نعم، احنا دائما نقول للأساتذة هو هذه المهارات هي لا تأتي من خلال الوعظ، وإنما تأتي من خلال تنظيم الأنشطة، لأن التواصل يأتي داخل المجموعة. ففي البداية نوجد الأطفال، ربما الطفل يحب يعمل وحده نتركه يعمل وحده، هذه فرصته. لكن مع الوقت لما يلاحظ طبيعة النشاط اللي فيه لعب اللي فيه جاذبية، لأن حتى نقول دائما المربية ولا الأستاذ هو مثل التاجر. تعرفي التاجر اللي يعرف يعرض المنتوج نتاعو، الناس كلها تجي عليه، والناس بالعكس تجي ويحدث تدافع. أما الذي لا يعرف كيف يعرض المنتوج، يعني حتى ويكون بأثمان زاهدة ونوعية ممتازة، لكن الناس تنفر منه. لماذا؟ لأن ما عندوش أسلوب التسويق. الأستاذ المربية نفس الشيء، هي اللي تعرف تعرض إذا المنتوج. إذا نقول بالنسبة للتواصل، هو التواصل يأتي من خلال الأنشطة التي تعرضها مثل التاجر، الأنشطة اللي تنظمها هذه المربية، اللي فيها التعاون، اللي فيها التشارك، اللي فيها أحيانا فيها التنافس. إذا هنايا ماذا يحدث الأطفال؟ الطفل الذي يكون ربما منطوي يوجد نفسه مع مرور الأيام أنه داخل المجموعة متعاون مشارك، ويخرج من النقطة اللي قلناها اللي يتكلمها بياجي في النمو المعرفي، وهو الانطواء نحو الذات. الانطواء نحو الذات. شكرا لك ناصر بوحوية، مفتش تربوي، حضرت معنا في هذه الصبيحة في ركن بيداغوجيا. قبل أن نختم معك، وش تقول النصيحة تاعك لكل مربية أو معلم أو أستاذ راهو يشوف فيك في هذه الصبيحة؟ أولا أنا نصيحتي للأسر، نعم، ونقول لكل أم خاصة الأمهات، دعوا المدرسة والمربية تعمل عملها، نحن فقط دون نشارك. التدخل. نعم. نعم، التدخل الإيجابي مرغوب فيه. نعم. لكن بمعنى أن نريد أن نستفسر عن أبنائنا
لماذا لم يعمل هكذا؟ لماذا هذا التصرف؟ إذا هكذا يحدث، بل العكس أنا نقول أكثر من ذلك، وهذه عملناها يعني حتى أننا يمكن في مرات نشارك الأولياء بعض الأنشطة حتى يلاحظوا أن اللاعب ليس كما يتصوره الولي. اللاعب هو هنا في المدرسة هو لاعب تربوي وعنده أبعاد راح تترتب عليه معرفية ونفسية وحسية حركية. وكلامي للمربيات نقول لهم رجاء 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 لا نرفع الصوت أمام الأطفال، لأن الطفل في هذه المرحلة يخاف من الأصوات المرتفعة وراح يقلدك، ورفع الصوت هو دليل على عجز وفشل، وخفض الصوت هو دليل على قوة وتحكم ومهارة.